وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وإنما خص الله تعالى حالة الكبر لأنهما حينئذ أحوج إلى البر والقيام بحقوقهما لضعفهما. وأف معناها قول مكروه يقال عند الضجر ونحوه، وإنما المراد بها أقل كلمة مكروهة تصدر من الإنسان، فنهى الله تعالى أن يقال ذلك للوالدين، فأولى وأحرى ألا يقال لهما ما فوق ذلك. وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا إليهما بجميع وجوه الإحسان القولي والفعلي، لأنهما سبب وجود العبد، ولهما من المحبة للولد والإحسان إليه والقرب مما يقتضي تأكيد الحق ووجوب البر. وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أي إذا وصل إلى هذا السن الذي تضعف فيه قواهما فلا تقل لهما أف، وهذا أدنى مراتب الأذى نبه به على ما سواه. والمعنى لا تؤذهما أدنى أذية، ولا تنهرهما أي تزجرهما وتتكلم لهما كلاما خشنا، وقل لهما قولا كريما بلفظ يحبانه، وتأدب وتلطف بكلام لين حسن يلذ على قلوبهما وتطمئن به نفوسهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تواضع لهما ذلا لهما ورحمة واحتسابا للأجر، لا لأجل الخوف منهما أو الرجاء لما لهما ونحو ذلك من المقاصد التي لا يؤجر عليها العبد. وادع لهما بالرحمة أحياء وأمواتا.